السلام عليكم، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير وامورك تمام. موضوع حابب اتكلم عنه لان حسيت ان في ناس كتير جدا فاقده النقطه دي. ازاي اذاكر كم كبير في وقت قليل؟ تمام. طيب بص، انا هقول لك على الطريقه اللي احنا كطلبه الكليات عموما بنتعامل بيها ليالي الامتحانات. يعني انت حتى لو طالب كليه انت بتتعامل بالنظام ده ليله الامتحان اصلا، الا لو كنت واحد هيبقى بتذاكر من اول السنه. تمام. ولكن قبل ما اتكلم في النظام ده علشان يكون بس ايه بعض النقاط باينه واضحه. النظام ده كل ما بتطبقه بدري كل ما بتكون الفوائد بتاعته اكبر. تمام. يعني لما اطبقه قبل الامتحان باسبوع هيخليني اجيب درجه اكتر، غير لما اروح اطبقه ليله الامتحان مباشره. وصل لك الفكره؟ ايوه هينقذني وهعدي، بس مش بالتقدير اللي انت عايزه، مش بامتياز بقى وترتيب والكلام ده. بيس. طيب ايه الاسلوب اللي بتستخدمه طلبه الكليات عموما لما بنكون مزنوقين؟ احنا كالعاده كلنا مزنوقين يعني. ولكن ايه هو الطريقه دي اللي هو نذاكر كم اكبر في وقت قليل؟ نبدا بسم الله، صلى على النبي، ادعي لاخواتنا ويلا بينا. بص يا جالي، هختصر لك بسرعه عشان يكون الفيديو سريع معاك. فاول حاجه الوقت بتاعك، يعني لازم تعرف ان انت اللي بيفرق بينك وبين واحد تاني بيجيب مجموع ممكن يكون زيك بالظبط مش مذاكر حاجه، ولكن هي كيفيه استغلال الوقت المتبقي. يعني احنا دلوقتي معانا 3 ايام قبل الماده، مين فينا هيستغل الثلاث ايام دول كويس جدا؟ تمام. مين فينا هيضيعهم على التليفون؟ مين فينا هيضيعهم في الخروجات ومكبر دماغه ومعتقد ان هو هيدخل في 5 دقايق كده يلم المنهج؟ فلا، وقتك هو مهم جدا جدا. فلازم تنظف وقتك من كل حاجه بتشتتك وتبدا تركز ان انت هتذاكر وهلم وهبعد عن اي حاجه. تمام. فدي هي صلب الموضوع، وقتك اللي بيفرق بينك وبين واحد تاني. لو انتوا الاثنين مش مذاكرين وزي بعض ولكن بتطلع في الاخر بتلاقيه جايب مجموع كويس، الا لو كان بيغش يعني. ولكن بعيدا عن النقطه دي، هي الوقت لازم تستغل الوقت كويس جدا جدا. الوقت اللي بيضيع منك مش هيتعوض. تمام. الحاجه التانيه ودي المهمه، بلاش عشوائيه في المذاكره بجد. يعني انا اليوم اللي انا بعمل فيه ورقه، تمام، ورقه بكتب فيها الحاجات اللي انا هذاكرها. تمام. اخر اليوم وانا بشطب كده على الحاجات اللي اتذاكرت، انا عارف انا رايح فين وجاي منين. غير لما ابقى في اول يوم والله بص انا هذاكر ساعه باثولوجي، ساعه جراحه، ساعه بطنه، مش عارف ايه، وعمال اصلا الف، وبعدين الجراحه ما تجيش معايا سكه اروح اذاكر بطنه، بعدين ما تظبطش معايا قوي اروح اذاكر الباثولوجي. فاهم؟ فاللي هو انت يومك بعشوائي اصلا. طبعا الكلام ده ما يمشيش خالص. طول ما انت وقتك منظم تعرف ان انت مش صح، يبقى انت وقتك بيفضل وفي نفس الوقت بتبقى عارف انت هتعمل ايه. الوقت ده هذاكر فيه 1 2 3 كده، انت مش صح. تمام. ونيجي للنقطه المهمه، انا اتكلمت قبل كده عن فكره جدول المذاكره فمش عايز اعيد الكلام يعني عشان الكلام ما يكونش بيكرر، ولكن باختصار امشي بالاهم. الوقت كويس وكل حاجه، عايز ترجع الحلقه بشوفها، ولكن باختصار لازم تكون محدد انت هتذاكر ايه عشان ما تجيش في نص اليوم ما تبقاش عارف انت رايح فين وجاي منين. تمام. حاجه رقم 3 ودي المهمه جدا، لازم تعرف او ما تفقدش الامل عموما، يعني ان خلاص ما دمت ان انا ما ذاكرتش قبل كده يبقى انا مش هنجح او ان انا مش هجيب تقدير او انا اتكلمت في النقطه دي قبل كده وقلت كل واحد ميسر لما خلق له، انت لما خلق له. تمام. انت دلوقتي ما ذاكرتش، او انت دلوقتي متخيل ان انا لو ما ذاكرتش دلوقتي خلاص الدنيا ضاعت، او ان انا مش هذاكر خلاص الفرصه خلصت. تمام. فانا هكرر جمله بقولها دايما هتختصر لك النقطه دي. انت دلوقتي مش هتذاكر، تمام، تفضل زي ما انت لحد الامتحان تدخل من غير ما تعمل اي حاجه. طيب واحد غيرك قال لك لا انا هذاكر، طيب تفتكر مين هيجيب مجموع؟ اللي ذاكر. انت ما تجيبش مجموع حتى لو جاب 60%، او حتى لو جاب في الماده اللي هو رايح امتحانها دي جيد جدا، ما جابش امتياز، جاب جيد، انما انت هتجيب مقبول وهتعدي يا دوب تنجح، ممكن تعدي بالغش كمان. فاللي هو ايه، لا استغل الوقت اللي فاضل، صح ولا لا؟ العقل بيقول كده. يبقى انت تستغل كل ساعه وكل وقت فاضل قبل اللجنه، ودي النقطه اللي انا قلتها في الاول اللي هو استغلال الوقت. فانت تتوكل على الله وتاكد تاكد تاكد ان انت ما دمت هتعمل اللي عليك في الفتره اللي جايه، وان انت بتنوي ان ربنا يوفقك ويرزقك ايا كان اللي انت هتعمله، يبقى ربنا ان شاء الله باذن الله هيوفقك ويرزقك بكرمه وفضله، مش مجهودك. انت مجهودك كنت بدات من اول السنه، مش جيت انت دلوقتي ده لو بالعقل يعني. ولكن ربنا ان شاء الله يوفقك ويرزقك. ودايما بكرر الجمله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه، اذا كان في يد احدكم فسيله واذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليجلسها. اعمل اللي عليك وسيب على الله، ما تصبش بالاحباط ابدا ابدا ابدا. تمام. الحاجه اللي بعد كده ودي بقى الناس كلها غافله عنها، ادوات الاي اي. بص يا غالي، دلوقتي كلنا بنمسك التليفون، تمام، سواء انت بتذاكر اي ماده في الكليه او ماده في ثانويه او ماده في اعدادي او ايا كان اللي انت بتعمله، او على الاقل انت بتذاكر في تخصص معين بعد ما اتخرجت او بعد ما خلصت دراسه، لازم تستعين بالادوات اللي بتوفر عليك وقت. ما تقولش المذاكره ملهاش علاقه بالكلام ده، لا طبعا. الحمد لله الواحد دلوقتي لو في حته انا مش فاهمها بصورها وابعتها لعم شات جي بي تي. عم شات ده العبد بتاعي، ابعتها للعبد بتاعي شات جي بي تي، خد يا ابني اشرح لي الحته دي، يروح شرحها لي. طب في نقطه انا مش فاهمها بالانجليزي قوي او باللاتيني، اقول له بص انا عايزك تفهمها لي بالعربي عشان الحته دي انا مش فاهمها، يروح مفهمها لي. تمام.
اقول له طب بص الكلمه دي انا مش عارف انطقها كويس لان كلمه لاتينيه، فانا عايز انطقها كويس عشان الشفوي، يروح مقسم لي الكلمه ويخليني اعدلها. تمام. اخلص باور معين بتاع محاضره معينه، ابعت له الباور اقول لك بص شايف الباور ده، انا عايزك تجيب لي عليه اسئله بالنقاط ايه المميزه لكل نقطه فيه، يجي جاي. طب اقول لك انا عايزك تعلم من مستوى الامتحان صعب. فدلوقتي بقى في ادوات غير شات جي بي تي طبعا كتير جدا، يعني ان شاء الله هحاول اعمل عنها فيديو يعني، ولكن عموما ادوات الاي اي دلوقتي بقت بتسهل لك الموضوع جدا جدا جدا. بقى في شرح على اليوتيوب وشرح في كل حته، فبلاش تحجم نفسك ان انا لو ما ذاكرتش من الورق اللي انا مصوره ده ولازم اذاكر فيه واحفظ فيه واعيد وبصمج فيه وكذا، خالص خالص الكلام ده ما ينفعش. استغل الحاجات اللي بتوفر معاك وقت وبتنجز معاك. تمام. الحاجه الاخيره بقى بالمره يعني علشان نكون خلصنا، لان انا حبيت الم لك كل النقاط بسرعه، انت لو رتبتهم في دماغك هتلاقي نفسك انت بقيت فل الفل. الحل، ما ينفعش مذاكره من غير حل، بجد انا بكلمك من واقع تجربه، مش بكلمك بان انا ايه واحد تنين بدخل اجيب الدرجه النهائيه وبقفل او بعمل واعمل الكلام ده، لا خالص. ولكن الماده اللي انا بحل عليها بظبطها، بدخل فاهم. تمام. بعد ما بحل بحس ان انا والله واحد اتنين تلاته عنده فيهم ديفكت معين لازم اصلحه. طيب انا دلوقتي دخلت الامتحان من غير ما احل، انا متيقن ان انا مذاكر المنهج كويس جدا جدا، بدخل جوه ابلع فعليا ده الكلمه المناسبه، بدخل جوه ابلع. تمام. فمفيش مذاكره من غير حل. طب مش لاقي اسئله، ما انا لسه قايل لك ابعت العبد بتاعنا شات جي بي تي. تمام. في تطبيقات كتير جدا، ابعت له والله، ابعت له الباور، خد الباور ده انا عايزك ترمي لي عليه كده ايه 50 20 سؤال 30 سؤال كده. تمام. ام سي كيو بقى ريتن كل اللي انت عايزه. تمام. ذاكر، حل، استعمل الادوات اللي بتوفر عليك وقتك انت، شيل الحاجات اللي بتضيع الوقت. تمام. بس اتكلمت كتير ولكن حبيت اتكلم منظور كبير جدا ايه الحاجه اللي بتساعدك. طبعا في بقى زي ما قلنا لك في ادوات بتساعدك. تمام. زي ادوات الاي اي طبعا، الكلام ده ان شاء الله يكون لها فيديو معين، ممكن انزل بعض الفيديوهات الشورتس كده تبقى تشوفوها علشان تعرف ايه الادوات اللي انت ممكن تستخدمها توفر عليك وقت في المذاكره. تمام. دي ملخص فيديوهات كتير هتشوفها على اليوتيوب، حاولت والله بقدر الامكان ان الم لك الدنيا باختصار، يعني بدل ما اقعد اقول لك بقى تعمل كذا في التليفون وتعمل كذا وتعمل كذا، وانا اتكلمت في فيديوهات شورتس كتير عن كل حاجه، يعني التليفون ازاي تقفله، وقتك ازاي تستغله، ليه لازم تصحى الفجر، كل حاجه اتكلمت عنها. تقريبا كده ايه الزيتونه بتاع الموضوع. تمام. عندك اي سؤال في التعليقات، وان شاء الله باذن الله هحاول ارد عليك، والسلام عليكم.